لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 880 لوانا كان تفسير قرآني بيروز بيمو خزمتان ومن بست رضا دي رب العالمين وهي وادان بأوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والله خوش ويسنعوا كلواني رابج لخزمة دوات بيروزة دابوين رب العالمين فرمان بپیغمبر دکا صلى الله عليه وسلم پیام بڵێ ئەم لە بۆ نەفسی خۆم هیچ شتێکم پێ ناکرێ لە بۆ دەستەبەرکردنی سوودێک یان بە دوورخستنەوەی زەرەرێک ئیلا مەگەر ئەڵڵا تەعالا مەشیئەتی لەسەر بی و ئەگەر بێت و علمی غەیبم بزانی با لە داهات و سوڕوودەدا ئەوەی خەیر بوو لە بۆ خۆم دەستەبەرم دەکرد و بە هیچ شێوەیەک زەرەر نەدەهاتە ڕێم ئین ئەنە ئیلا نەذیر وبەشیر بەڵام ئەم غەیب نازانم هیچشم لە دەسەڵات دانیە ئەوەی کەوە وەزیفەی منە ئەوەیە کەوە ترسێنەر و مژدە دەرم کەسانێکی سوودن لێ دەبینیتن کەسانێک سوودن لێ وەردەگری کەوە ئیماندارن. وەکو لە تەفسیر مەعارج وبما أن الكون كله خاضع لسلطان الله وإرادته الحكيمة وحكمه أو كون بوون ولا هر هموي ملكة لبود صلاة رب العالمين ويستي خواي قورك وبر لحكمته بكل كبير وصغير في أو كون بونوره هموي بقورو قسكوا فإن أحدا في الوجود لا يملك أن يتصرف بشيء فيه. زور مهمة هيج شتيك هيج كسيك لو وجودينات وأن تصرفك بشتيك إلا إذا منحه الله عز وجل القدرة على التصرف. هیچ کەسێک ناتوانێت لە وجودەی تەسەڕف بکە ئللا مەگەر ئەڵڵا تەعالا ئەو توانای پێبەخشی بتوانێت تەسەڕف بکە فی حدودی ما منحه من ذلك لە حدود و لە سنووری ئەوەی کەوا خوای گەورە لە دەسەڵات پێی بەخشیە حتى أكرم الخلق على الله وأقربهم إليه حتى وەکو ئەو پێغەمبەرەی صلی الله عليه وسلم کە لە هەموو کەسێک لای ئەڵڵا تەعالا بەڕێزترە و لە هەموو کەسێک نزیکترە لێی لا يملك لنفسه جلب نفع أو دفع ضر أويش ناتوين لبو خوي نفعك دستبر بك زرارك لخوي دور بخاتو إلا إذا شاء الله ذلك مگر الله تعالى مشيئتي لسربي فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره من خلق الله لبو خوي هي سيبيناكري مگر الله تعالى ويستي لسربي تزاي لبو غيري خوي ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير أجر علمي غيبا بيبها كوالدها السرود دا أوي خير بالا بخم دستبرم ذكر واتا وكل تفسير قاسمي دله من الخير أي النفع أوي نفع سودي خومي تدابا دستبرم ذكر أجر غيبا بزانبا بترتيب أسبابه أجر غيبا بزان بلدات السرود دا أوي خير أوي نفع لبخم دستبرم ذكر بوي كوا هو كاركان مدقرت بر فكنت مثلا لبون منى أعد للسنة المجدبة من المخصبة أقر بمزاني بقى أو صالك هاتا اشتمت إذا خزن ذكر لبو صالكي دواتري كوا أقر بمزاني بصالي دواتري صالي وشكانية ولوقت الغلاء من الرخصي وهلو ئەو کاتانی کە هەرزانیە شتم لە بۆ خۆم خەزم دەکرد لە بۆ کاتێک کەوا گرانیە بەڵام نازام لە داهاتوو چڕوو دەدا
وكل أضواء البيان جدله. وهذه الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. أو آتبلغ أسألك رسول الله صلى الله عليه وسلم هيج تيشي لغيب ندزان إلا أويك الله تعالى في إرادة. وقد أمره تعالى أن يقول إنه لا يعلم الغيب. هاي قولش فرماني فيك ذكوا إعلام بك كوا غيبي فيني وكلوا آتوا وأهل ولا آتي سورة الأنعامش عيني فرماني فيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فيتنالم خزينة كان رب العالمين لا يمنع وهروها ولا أعلم الغيب غيبش نازانم. وهروها لا سورة الجن دفرمي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أو خوايك وعالم الغيبة هيج تيق لغيبي خوي نادا تكسك إلا من ارتضى من رسول إلا ما قر رزامن ديها بكوا بيدا بشيق لغيب بدأ تبشيق هندق لبيغمبران عليه الصلاة والسلام كوا خواي قولوا بخوي رزامن دي للسلبي. وهروها قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكل سورة النمل الدفرمي بيان بلين هيج كسيك نية لأسمان كان ولا زوي غيب بزان إلا الله نبي سبحانه وتعالى. والمراد بالخير في هذه الآية الكريمة هل درجي باونين تفسيري أضواء البيان لبوآتا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير دلي ما بس لخير لو آتتسيا المال واتا مالش زور ملوخم دابين ذكر أجر غيب بزاني ويدل على ذلك كثرة ورود الخير بمعنى المال في القرآن. ولو لزور زيجان خير بمعنى مال دنيا هاتية وكذا فرمي وإنه لحب الخير لشديد لسورة العاديات. طبعي إنسان وكوا زور مال دنيا خوش دبي. وقوله إن ترك خيرا لسورة البقرة كاسك واجر مالي لدواي خوي بزيهش بيستا وصيت بك. وقولي قل ما أنفقتم من خير هل عند سورة البقرة يأخذ سورة آل عمران والله أعلم كهر خيرك ببخشن وتمالك بخشن لبناء خواي جورا. وقيل المراد بالخير فيها العمل الصالح لاستكثرت من الخير. وكل أضواء البيان فرموي كواتا ما بس تداوات مالش زور لخم دابين ذكر وقلت لاش خير لو آتى بمعنى عمل صالح ده. وكل قول مجاهد غير بي والصحيح الأول بلام ده الرأي صحيح درستر أو كوا بمعنى مال ده لأنه صلى الله عليه وسلم مستكثر جدا من الخير الذي هو عمل الصالح. قال بمعنى عمل صالح به لاستكثرت من الخير وتزوري نكر ده بلام غيب بزان بزور تذكر نا دفن بري في صلى كغيبش نزان زور عمل صالح كردية لأن عمله صلى الله عليه وسلم كان ديمة ببردوام عمل صالح كردية هر كردوش ساش كرد ببردوام بولا سري بلام ما بستكتسيا ما بستك أويك وأجر بمزاني با غيب داهاتو سي أوا ما على زور كودا كردوا. ولا حديثك ذاك وإمام مسلم الترمذي روايتك عائشة دجرت خويل رضي فرمي قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما يكون في غد هركسك ادعاء أوي بكاك ومحمد صلى الله عليه وسلم دزاين سلس بين يرود دا فقد أعظم على الله الفرية أو كساء افتراءات قوري لسر خواكر والعياذ بالله لكاتك ذا خواي قول فرمي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هيز كسيقني لو وجود إلى أسمان كان ولا زبي غيب بزاني إلا الله نبي سبحانه وتعالى كواتا أو كوابلي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك مع عائشة الرازبي أو كبلي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم دزاين سلب وسبين روددا أو افتراج قولي لسرخوا كردية. لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أي الضر للتوقي عن أسبابه. وقالوا قال بمزاني بقى وكذا تفسير قاسمي دله غيب بزاني بلا داهاتو أو هي الزرر يكم توش ندهات لبروي هو كاركانم له كاركان خم ده باراس كواتوش زررم بكا لتفسير سعدي دل ولكن لعدم علمي بلام علمي غيب بينيا
قد ينالني ما ينالني من السوء. بەڵام لەوەی علمی غەیب نازانم زەرەرم توش دێ. وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها. وهروە زۆر لە مەسلحەتەکانی دنیا لە دەستم دەرس لەبەرەوەی غەیب نازانم. فهذا أدل دليل على أني لا أعلم الغيبة. کەواتە بەقووەترین بەڵگە لەسەرەوەی تەماشاکە ئەم نیش چەندین مەسلحەتی دنیام لە دەست دەچێ، چەندین زەرەری دنیام دێتە سەری، بەڵێ نازانم غەیب و داهاتوو چییە. إن أنا إلا نذير وبشير. أمن تنها ترسينر ومجددرم وكلا قاسمي دلي أي عبد أرسلت نذيرا وبشيرا. أمن عبدكم ترسينر ومجددرم. وما من شأني أني أعلم الغيب. إيش مني كغيب بزانم. وكلا سعدي دلي إن أنا إلا نذير أنذر العقوبات الدينية والدنيوية والأخروية. خلشي دا ترسينم لعقوبات السزاي الدنيا وقيامت. وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها. وأو كارو كردوانشتان لبو بيان دكم كواد ابتمائي وكواد توشي سزابين لدنيا ولا قيامت. وبشيري شم مجددرم بالثواب العاجل والآجل. وهروها مجددرم بو پاداشتاني خواهي قوري كواد الدنيا ولا قيامت دتان داتوا. وبيان الأعمال الموصلة إليه. وهروها أو كارو كردو ساكانشتان نشان ددم كواد ابتمائي وكا مجدي دنيا وقيامت بيور بقرنا والترغيب فيها. وهانيشتان دم لبو كذا وساكاني كوا مجدي دنيا وقيامت بيور دقنو لقوم يؤمنون. لبو تشيا لبو قوم كوا إيمانيا هبي كواتا ضلي وكل تفسيري قاسمي ضلي لقوم يؤمنون. لو أنا بيوز بنذير وبشيركي لأن المؤمنين هم المنتفعون بالنذارة والبشارة. إيمان دارانا كواسودي وردقرن لا أو إنذار أو مجدي كوا بيغمبر ديدا صلى الله عليه وسلم. يعني وتا دالي بيوست بشيركي بمجدكي. ومتعلق النذير محذوف أي الكافرين كواتا يعني وتا دالي نذير وبشر لقوم كواتا الله دفرمي أو كوا استفادة لمزجيني كوا لقر إيمان دارن أو استفادة بابرين إنذار كم لبو شيء لبو كساني شيء كافرة هرسند باسي نكرديا بلام لبرو برام بركي باس كردي برام بركشي أو كوا إنذار كم لبو كافرانا مجدكشم لبو إيمان دارانا. وقيل الشهاب ليطهر اللسان منهم. لو يباس كافر كان نكرتا أو كزمان باك بلو كواباس كافران نكا. سبحان الله. لا تفسير سعدي ضلع. ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذارة. فلام همو كسيك أو مجدي أو إنذاري بيغمبري قبول نية. وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. أو كوا سودي لي وردقر قبولي لكتنها إيمان دارانا. وهذه الآيات الكريمات أو زهل تفسير سعد ضلع أو آيات في روزانا مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر. أو آتان سيبا ديار ديخي زهلي أو كساني كوا رولة بيغمبر دكان صلى الله عليه وسلم دعاء دكان ولويدة بارينا وكوا سودي جيان قازان زيتشيان بيه بقيني يان زرريشيان ليه بدور بيختوا أولا بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم تزاي غيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم. فإنه ليس بيده شيء من الأمر. بيغمبر صلى الله عليه وسلم هيش تيش بدستوانيا ولا ينفع من لم ينفعه الله. ناتواني سودي بكسك بقيني أجر خواويستي لسنبي أو سودي بيبقى ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه. ناتواني زرر لك سيقلاب دا أجر رب العالمين أو زرر لو كسلان دا ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى. هيز علم أشبين تنهاء ونبكى خوافي ريكديا. وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك. بلان بيان صلى سودي لو چه سودي لو كسيك هيكوا أو دعوي بيغمبر قبول دكا كبريت لإنذار ولا بشارتكي دعوكي قبولو كاري بيدكا كواتا أويانا بيان سودي بيدقيني بو علمي كوا بيرا دقيني أو قبولي دكا وكاري بيدكا. فهذا نفعه صلى الله عليه وسلم. أويكوا
سوودی لە پێغەمبەر بینی صلی الله علیه و سلم کەوا دعوەکەی قبول کردیە ئینذار و هەروها موژدەدەرێکەی قبول کردیە و کاری پێ کردیە ئەوەیە کەوا پێغەمبەر سوودی پێگەیاندیە الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان ئەو کەسەی کەوا سوود لە دعوەی پێغەمبەر وەردەگری صلی الله علیه و سلم دەیکاتە عەمەل سوودێکی وای لێ دەبینی کەوا زیاتر لەوەی کەوا سوود لە داک و بابی خۆی ببینی زیاتر سوود لە خۆشەویستان و برایانی خۆی ببینیتن بما حث العباد على كل خير لەبەرەوەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم هانی بەندەکانیدا لەبۆ هەموو خەیرێک وحذرهم عن كل شر تحذيريانی کردێ و ئاگاداری کردەوە لە هەموو شەڕێک و خراپەیەک وبينه لهم غاية البيان والإيضاح هەموو شتەکان لۆ ڕۆن کردینەوە کەواتە ئەوەی کەوا ئیمانی پێبینی و قبولی دعوەکەی بکا و کاری پێ بکە گەورەترین سوود لە پێغەمبەر وەردەگری صلی الله علیه و سلم لەو لایەنەی وەکو لە قاسمیش دەڵێ ئەوجا لە دوای ئەوەی ئەو ئاەتە خوای گەورە سوبحانه وتعالى بۆ شێوە بەیانی کرد ثم بين تعالى عظم جناية الكفرة ئەوجا خوای گەورە سوبحانه وتعالى گەورەیی جینایەت و تاوانی کافرەکان بەیان دەکا في جرأتهم على الإشراك لو كانت جرأتهم هي الشريك لبخوا بريار بدن بتذكير مبادئ أحوالهم المنافية له وكوا ببيريان ديتو خواي جورا خلقي كردينا أو زاد سن شريش لو بريار دن إتر لآتي دواتر خواي جورا بيان لو حق بابرين تعبير لو حق تذكا والله أعلم بو آتك لدواتر باسي ذكاو يا مشل إن شاء الله لا وانيداها تدين خزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون